السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. ومرحبا بكم في مطبخ ام حمدان. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم دول البرد. ان شاء الله غادي نشارك معكم فتات الشطبه بطريقه سهله ومبسطه. في بلاصه ما غادي نعجنوا العجينه ديال فتات الشطبه غادي نديروه بالمحيمصه، كيجي ساهل وسريع وفي نفس الوقت راه كيدفي وكيجي بنين في المذاق ديالو. واللي اول مره تزور القناه ما تنسيش دير لي اشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، وندوزو للطريقه. في المقادير غادي نحتاج نص زلافه ديال العدس ونص زلافه ديال الفول. غادي نحتاج زلافه صغيره ديال المطيشه محكوكه، جوج بصلات محكوكين، عندي محيمصه تقريبا زلافه ما تكونش عامره، عندي قزبر ومعدنوس، ثومه، وعندي معلقه صغيره ديال حب رشيد ومعلقه صغيره ديال الحلبه اللي كتبقى اختياريه، ولكن راهم كيفيدوا الجسم في هذا البرد هذا. غادي نحتاج نص كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال القزبر يابس، نص معلقه ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الملح. انا هنا ما درتش السمن، ما كانش عندي، ضيفوا معلقه ديال السمن كتعطي مذاق زوين. واللحم تيبقى اختياري، اللي بغى يديروا يديروا، اللي مبغاش يديروا ما يديروش. تقدروا تستعملوا في بلاصتو طريفات ديال الدجاج، ولا المهم اللي عندكم متوفر في الدار غادي تستعملوا، والكميه راه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. ندوزو للطريقه ان شاء الله. غادي ناخذ شي كوكوط غادي ندير فيها الزيت، وغادي نحط البصله ومطيشه، غادي نضيف حب رشاد والحلبه، وغادي نضيف عليهم الطريفات ديال اللحم اللي عندي، وغادي نضيف العدس اللي غادي تكونوا منقين وهو والفول، وغادي تغسلوه وغادي تضيفوه. كلشي مقادير تقريبا غنديرها مع بعضياتها. غادي ناخذ الكوكوط ديالي تشحر واحد شويه، غير شويه ماشي بزاف. بعد ما تشحرت ليا ديك المريقه شويه غادي نضيف عليها العطريه ديالي على هذا الشكل هذا صافي، وغادي نحرك وغادي نمرق. الماء من الاحسن يكون سخون، تكونوا موجدينه من قبل غير باش تسرعوا دغيا الطياب ديالكم وصافي. وغادي نسد الكوكوط ديالي حتى تقريبا مده 20 دقيقه صافي. العدس غادي يكون طاب هو والفول، ونحل عليها. هنايا بعد ما طاب ليا العدس ودوك الطريفات ديال اللحم غادي نزيد الماء اللي غادي طيب ليا فيه المحيمصه، الماء الكافي اللي يطيب لكم المحيمصه ديالكم. تقدروا تستعملوا اي نوع ديال المقارونيه نتوما كتبغيو، ماشي ضروري ديروا المحيمصه صافي. وغادي نبقى نحرك في الكوكوط ديالي كل شويه حتى تشرب ليا هاد المحيمصه هاد الماء وطيب مزيان، ونطفي عليها. هنايا طابت المحيمصه ديالي، خليو فيها شويه الماء حيت من بعد كتشرب صافي. انا هنايا طفيت على الكوكوط ديالي وغادي ندوز نقدم فتات الشطبه اللي حضرت معاكم. صراحه كيجي زوين، والمذاق ديالو كيجي زوين مع هذا البرد هذا، راه هو اللي كينفع العشاء. انا بغيت نقدمه هنايا في قصريه، تقدروا تقدموه في زليفات ولا تقدموه في طبيسيل، ولا نتوما حرين بالنسبه للتقديم. انا بغيت ندير ليه التقديم قديم اللي كنا كنديرو، اللي كنا كبرنا به، هو هذا في قصريه، وتنجمعوا عليه كاملين وتناكلوا، كتجي شي حاجه زوينه الصراحه. وكانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعه ومع السلامه.